السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ معاكم الباشمهندس عبد الرحمن من شركة Event Design. دلوقتي الحمد لله في مرحلة كويسة يعني الدنيا بدأت تظهر معانا، وطبعًا شُفتوا جميع المراحل نازلة على قناة اليوتيوب والتيك توك والإنستجرام كل ده بننزّل جميع المراحل معانا، وزي ما أنتم شايفين كده الدنيا ابتدت تبان وبنفنش الحجر الحمد لله، وطبعًا السور اتغيّر معانا خالص وبنيناه من جديد وعملنا الدورانات بتاعتنا والبوابات اتغيّرت وكلّه على مناسيب مضبوطة وكلّه على مقاسات بالملي زي اللوحة بتاعتنا بالضبط. تمام. دلوقتي إحنا هادخل معاكم ندخل جوّه نشوف برضه آخر التجديدات اللي حاصلة معانا جوّه إيه. تمام. دلوقتي إحنا دخلنا هنا عندنا هنا في المدخل. تمام. كل ده طبعًا بقى حجر زي ما أنتم شايفين كده. تمام. وجلدنا الحجر كلّه زي ما أنتم شايفين هنا زي الديزاين بالضبط، زي ما أنتم شايفين الديزاين دلوقتي. كل ده دلوقتي حجر بالنسبة لنا. والشكل اتغيّر 360 درجة، والحمد لله لسه كمان في تفنيشات ولسه في تقفيل كهربا ولسه في تقفيل نقاشة، والدنيا كل مدى بتظهر معانا. تمام. فأنتم زي ما أنتم شايفين كده في هنا أباليك برضه up and down هنا، وكل العمود بيتجلد من ناحيتين أباليك. وبعد كده عندنا هنا تمام. دخلنا هنا برضه طبعًا في هنا البوابة الجر اللي شايفينها في التصميم دلوقتي، ده المجرى بتاعتها لسه هتتصب عليها وهتتقفل بوابة جر كلّها ترمي الناحية التانية. طبعًا كل ده كانش موجود في الأساس وإحنا عملناه من جديد يعني. السيراميك هنا خلص والجبسون بورد، وكده خلّصنا السيراميك بيفنش، وبعد كده إن شاء الله النقاش هيبتدي يدخل برضه بعد ما الكهربائي يخلّص تفتيح سبوتات. طبعًا هنا برضه السيراميك نفس السيراميك اللي فوق في المطابخ بالضبط، وخلّصنا برضه هنا التقفيلات بتاعتنا، وزي ما إحنا متعودين في السيراميك بتاعتنا تبقى مضبوطة وفتحات حوالين السباكة مضبوطة، والعلب هي بتبقى تحت في السيراميكا بتبقى فوق، ما بتبقاش في النُص خالص. المنسوب اللي بيكون تحت بيكون برضه تحت في البلاطة. تمام. طبعًا برضه انتهينا هنا من أعمال السباكة الخارجية هنا في المنور. كل ده الحمد لله إحنا انتهينا منه. زي ما أنتم شايفين كده صرف جديد بتغذية جديدة كاملة، كان في هنا زهر حديد قديم والكلام ده كله خلص. تمام. فلو جينا هنا برضه كمّلنا، لسه برضه أعمال السيراميك شغالة هنا. تمام. لسه طبعًا أعمال السيراميك شغالة زي ما أنتم شايفين كده، نفس التصميم بالضبط، نفس الحائط اللي هنا على اليمين هو نفس التصميم، وفي هنا الحوض وفي هنا البريزة بتاعتنا بتكون برضه نفس في المكان برضه في البلاطة من فوق، وبرضه نفس الكلام للمراية. تمام. ولو جينا برضه هنا على العلب اللي هي الإنارة الرئيسية للحمام. تمام. بتكون موجودة في مكانها المناسب، ونفس الكلام برضه العلبة اللي تحت. لو جينا خلّصنا وطلعنا فوق، طبعًا إحنا عندنا هنا تأسيس تكييف برضه عشان الوحيد اللي أسسنا له تكييف مع العلب بتاعتنا ولسه الكهربا بتتقفل. طبعًا إحنا هنا عملنا برضه حاجة كويسة جدًا. إحنا كان ده الفتحة بتاعة ده كان السلم كان من هنا ده السلم القديم. طبعًا إحنا لمّا لقينا الدنيا ضيّقة إحنا صبّينا خرسانة جديدة هنا في المنور ووسّعنا السلم شوية، بقى ده السلم الجديد زي ما أنتم شايفين كده، ده الفرق حوالي 50 سنتي. بعد كده اللي هيطلع هيلاقي الدنيا واسعة معاه. تمام. دي كانت إضافة برضه لصاحب البيت، وعملنا سلِّمة جديدة اللي هي سلِّمة المروحة دي، لسه هتتجلد طبعًا. طبعًا زي ما أنتم عارفين إحنا قفلنا هنا باب شقة وفتحنا الشقتين في بعض. تمام. فطبعًا دلوقتي الحمد لله انتهينا من أعمال السيراميك هنا، والجبسون بورد برضه كان خلصان من قبل السيراميك، لسه الجبسون بورد هيدخل يكمّل تاني. وزي ما أنتم شايفين كده فتحنا الشقتين على بعض، وخلّينا برضه الدنيا واسعة. وبالنسبة للمطبخ عملنا مطبخ هنا برضه مطبخ أمريكا برضه. تمام. مطبخ أمريكا مفتوح على الصالون والreception. تمام. بعد كده عندنا هنا لو دخلنا من هنا كده الطرقة بتاعتنا. تمام. عندنا برضه هنا أول غرفة أطفال. طبعًا أعمال السيراميك انتهت، وأعمال الكهربا كلّها منتهية برضه. طبعًا دي طرقة توزيع للغرف، وده حمام برضه الرئيسي اللي بيخدم على الغرف، انتهينا منه أعمال السيراميك فيه برضه الحمد لله. لسه برضه أعمال النقاش هتدخل ترمم كل الكلام ده. هنا غرفة الماستر زي ما إحنا كنا شايفين في فيديو الاستلام، فتحناها طبعًا ووسّعناها وعملنا هنا السرير. تمام. وعملنا برضه هنا ممكن يبقى يعني السرير ممكن يبقى هنا أو هنا زي الديزاين. وفتحنا الجزء ده برضه استفدنا من الكاميرات اللي موجودة قفلناها، وفتحنا الجزء ده زي مخزن برضه. تمام.
وعندنا هنا ده كلها باقي غرفة الماستر، وعندنا هنا برضو الحمام بتاع غرفة الماستر، حمام كبير برضو، في بانيو وفي شاور في نفس الوقت، والشاور ميجيك بتاعته برضو في نفس الوقت. تمام. طبعا في تأسيس للغسالة والحوض والإنارات والمراية والإنارة الرئيسية، وكل ده زي ما احنا متعودين وشايفين. الحمد لله. دي كانت جولة في بيت العاشر هنا، ويعتبر إن إحنا الحمد لله خلصنا 60% أو 70% من البيت الحمد لله، واللي تبقى هيبقى قليل بإذن الله. استنوا إن شاء الله بإذن الله لما فيديو تسليم البيت وبقية المراحل برضه تنزل على الستوري وعلى الريلز، وفي نفس الوقت كمان لما نخلص بإذن الله هننزل فيديو رسالة على اليوتيوب. كان معكم باشمهندس عبد الرحمن، في أمان الله.